مرحبا بك. أعلم أنك لا تعرفني، لكن صدقني، أنا هنا فقط لأجل شيء واحد: أن أذكرك بشيء قد نسيته منذ زمن طويل. أريد أن أقول لك: سامح نفسك. نعم، أنت الذي يبتسم في وجه الناس ويخفي بداخله ألف دمعة، الذي يتحمل أكثر مما يحتمل، الذي ينام كل ليلة وهو يعاتب نفسه بصمت، الذي يشعر بالذنب على كل شيء حتى ما لم يكن له يد فيه. أتعرف؟ الخطأ الوحيد الذي ربما ترتكبه الآن هو أنك قسوت على نفسك أكثر من اللازم. كم مرة قلت لنفسك: أنا السبب، لو كنت أقوى، لو كنت أذكى، لو كنت أفضل. كم مرة استرجعت مواقف قديمة ولمت نفسك عليها؟ كم مرة بكيت بصمت وقلت: أنا من جلبت هذا لنفسي؟ كأنك الوحيد الذي يخطئ، وكأنك لا تستحق الرحمة ولا فرصة جديدة. لكن اسمعني جيدا، أنت لست ذلك الفشل الذي أقنعك به صوتك الداخلي. أنت لست ذلك الضعف الذي شعرت به في لحظة انهيار. أنت لست ماضيك ولا أخطاؤك، أنت فقط إنسان. ولأنك إنسان، من الطبيعي أن تخطئ، أن تخاف، أن تتردد، أن تسقط. لكن الغير الطبيعي أن تبقى تجرح نفسك إلى الأبد بسبب ذلك السقوط. سامح نفسك، سامح نفسك على كل مرة صمت فيها وكان يجب أن تتكلم، على كل مرة سلمت قلبك لمن لا يستحق، كل مرة أخفيت ألمك حتى لا تزعج أحدا، كل مرة قلت: أنا بخير، وأنت تنهار من الداخل. اسأل نفسك الآن: إلى متى ستظل تهرب من مواجهة الحقيقة؟ وإلى متى ستبقى تسجن نفسك داخل زنزانة من جلد الذات؟ هل تظن أنك إن ألمت نفسك أكثر ستكفر عن كل ماضيك؟ هل تظن أن جلد الذات هو الطريق للنجاة؟ لا، لا يا صديقي ويا صديقتي. النجاة لا تأتي من القسوة، بل من الرحمة، من الحب، من أن تضم نفسك بدلا من أن تضربها بالكلمات. اليوم أقترح عليك شيئا بسيطا، جربه مرة فقط وأجبني في التعاليق. قف أمام المرآة وانظر إلى عينيك، أو انظري إلى عينيك وقولي لها: أنا آسفة، أنا سامحتك، أنا أحبك. ستردد الكلمات في البداية وستشعر بشيء غريب داخلك، ربما دمعة، ربما ارتجاف، لكن بعدها ستشعر بشيء يشبه التحرر. هذا التمرين، تمرين المرآة، وأن تردد هذه الكلمات ربما تبدو لك بسيطة لكنها عميقة. وتخيل أنك تمسك بيد ذلك الطفل الذي بداخلك، ذلك الطفل الذي خاف، الذي بكى، الذي جرح، وتقول له: أنا هنا الآن، أنا هنا الآن، ولن أتركك بعد اليوم.
أليست هذه هي البداية التي تحتاجها؟ بداية السلام. نحن نركض خلف أشياء كثيرة: نجاح، حب، مال، علاقات، لكننا ننسى أهم علاقة على الإطلاق، وهي علاقتك بنفسك. إن لم تسامح نفسك لن تنجح في حب أحد ولا في تحقيق شيء، لأن صوتك الداخلي سيبقى يهمس لك كل ليلة: أنت لا تستحق. وهذا كذب. أنت تستحق كل الخير، ولكنك فقط تحتاج أن تعود إلى نفسك وأن تقول لقلبك: أنا آسف، أنا آسف على كل مرة خذلتك فيها، ولكنني أنا هنا الآن. الزمن لا يعود، لكنك ما زلت هنا، وما دمت تتنفس فما زالت لديك الفرصة لتبدأ من جديد. ولكن البداية ليست هناك في الخارج، إنها هنا داخلك، في لحظة صدق مع نفسك، في دمعة تسقط على خدك دون خجل، في كلمة تقولها اليوم: يا نفسي سامحتك، أو يا نفسي سامحيني. هل تستطيع أن تفعلها الآن؟ أن تغلق عينيك لدقيقة وتتخيل كل المواقف التي ما زالت تؤلمك، ثم تقول: لقد انتهى الأمر، أنا أستحق أن أحب نفسي. جرب ذلك، وإن بكيت فدع البكاء يكون وضوءا لقلبك، ولا تقل لي: لكنني أذيت غيري. كلنا فعلنا، لكن الفرق بين من يستحق فرصة جديدة ومن لا هو الندم الصادق. وأنت نادم، وهذا يكفي كبداية. سامح نفسك، ليس لأنك ضعيف، بل لأنك تستحق أن تتحرر، أن تحب، أن تضحك، أن تنام دون أفكار سوداء، أن تعيش خفيفا بدون حقيبة ثقيلة من الذنب على ظهرك. وفي النهاية، لو لم تسمع من أحد كلمة طيبة منذ زمن، فاسمح لي أن أقولها لك الآن: أنت لست وحدك. أنا أراك، أشعر بك، وأصدق أنك ما زلت قادرا على النهوض، لا بل على التحليق. إن آمنت بنفسك من جديد، ابدأ الآن بكلمة واحدة اهمس بها لنفسك، ورددها كل يوم: سامحتك يا أنا. إذا وجدت في هذا الفيديو ما حرك فيك شيئا، فكرة، شعورا أو أملا، فاسمح لهذا الأثر أن يستمر. شارك هذا المقطع مع من يحتاج أن يتذكر قوته، واضغط على زر الإعجاب، ليس فقط دعما لنا، بل دعما لكل رسالة وعي تنمو في هذا العالم. واشترك في القناة، لأننا هنا لا نشارك معلومات فقط، بل نفتح أبوابا نحو الداخل. شكرا لوجودك، شكرا لوعيك، وشكرا لأنك ببساطة قررت أن تبدأ الرحلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.